السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إقلاع رحلة 10/1 معانا دلوقتي مشرف الرحلة الشيخ محمد خليفة، ومعانا رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمود من أمام قائد إبراهيم. وطبعا كلنا بفضل الله سهرانين على خدمة المعتمرين بفضل الله وحده. ودلوقتي هنسيب المايك مع الشيخ محمد اللي هو هيشرح لنا البرنامج باختصار، وهو ده عشان المشرف بتاعه فهو أكيد ملم بكل المعلومات بتاعتها. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكين والشرف والسلام. أما بعد، يعني أولا من فضل الله تبارك وتعالى إنه يجعلنا في خدمة المعتمرين، من فضل الله تبارك وتعالى إنه يجعلنا إن إحنا دايما نكون تحت المعتمرين، نخدمهم ونوفر لهم يعني نوفر لهم كل سبل الراحة، يعني عشان من باب الشعار المشهور قوي، يعني اترك لنا خدمتك واهتم أنت بعبادتك. ان شاء الله برنامجنا باختصار جدا هيكون ان شاء الله من مطار برج من مطار جده للمدينه ان شاء الله تعالى. في المدينه طبعا يعني في معالم كتيره جدا في المدينه قد يكون بعض الناس مش عارفاها، بنحاول نعرف الناس الاثار ونحاول نعرف الناس دايما الاماكن الهامه اللي بتهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمعارك وباللقاءات وبالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ونعيش الناس في الاجواء الجميله ديت، هي من باب التقرب الى حب النبي صلى الله عليه وسلم. وتشوف قد ايه احنا يعني مفتقدين معاناه النبي صلى الله عليه وسلم او التاثر بمعاناه النبي صلى الله عليه وسلم التي عاناها عليه الصلاه والسلام من اجل ارساء تلك القيم، ويعني من اجل ارسال تلك الدعوات الطيبات للناس البشريه جمعاء يعني. تمام. وبعد كده احنا ان شاء الله باذن الله يعني نذهب سويا ان شاء الله تعالى الى مكه المكرمه، زاد الله عز وجل تكريما وتشريفا باذن الله. مكه وما ادراكم ما مكه، وما ادراكم ما العمره، وما ادراكم ما الفضل الكبير. واخواننا انا يعني مش بتكلم مع حضراتكم من منطلق اي حاجه، والله بالعكس، ده انا بقول لحضراتكم ان ربنا عز وجل يعني يصطفي ناس من وسط مئات الاشخاص بل ملايين الاشخاص لزياره بيته الحرام. واسال الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه ان يجعلني واياكم من المعتمرين دائما، وان يجعلنا ممن يتابع بين الحج والعمره. مش هنطول على حضراتكم اكثر من كده، وهنقول لاخونا احمد شريف يقول برضه كلمه طيبه لاهلنا وحبايبنا.